السلام عليكم جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طيب الحمد لله. طبعا اليوم ابغى اسوي فيديو جديد، وبتتكون الافراد العائلة ذي من 5. اول شي هذه انا الام، والحين راح اعرفكم على البقية. وطبعا انتقلنا لتعريف عن العائلة، بس اول شي اللي بيبدأ هي انا الام مريم، عمري 29 سنة، والحين بنبدأ بدور الاب. يلا يا الاب عرف عن نفسك. السلام عليكم، أنا الأب سعود، عمري 30 سنة، وهوايتي أحب الأكل. ايوه نسيت اعلمكم، انا هوايتي احب الموضة وكذا. يلا يا الاخت الكبيرة ريوف، عرفي عن نفسك. أنا اسمي ريوف، وهوايتي هي الرسم، وعمري 20 سنة. اوكي، يلا يا شغالة عرفي عن نفسك. أنا اسمي ماري، وأحب النظافة. اوكي، يلا يا بزر يا صغير عرف عن نفسك. أحترمين شوي. أنا اسمي أريز، وأحب الشوكولاتة، وهوايتي أخرب كتب أختي. أختي يروف. اوكي، وهيك راح نبدأ المقطع، ويا رب يعجبكم. لا تنسون اللايك والاشتراك وبس. باي. يا أخي وشو ماري، سوي أكل قبل أبويا يجي. أنا ما يفي سوي أكل، ما يقدر. ماري قلت لك سوي. أنا ما يقدر يسوي أكل، أنا بس يقدر يسوي نظافة. يقدر يسوي نظافة. يلا أنا جاي. يلا أنا جاي. يا علي. امسك يا حبيب. نعم. يا الله، الساعة كم؟ اوف الاب يجي. خلينا اشوف ماري، هي سوت الاكل ولا لا؟ ماري. أنا مدام. يلا قومي سوي اكل، يلا بسرعة قبل لا يجي هذا الدب. أنا ما أعرف أسوي أكل. انت كيف ما تعرف تسوي اكل؟ خلاص انا اقول ريوف. أنا بس أسوي نظافة وبس. ريوف هلا ماما. يلا قومي سوي اكل قبل لا يجي ابوك يقعد يصفقنا، فاضيين حنا. ماما أنا وراي مذاكرة يا أخي، وراي اختبارات جامعة يا أمي، أنت ما تفهمين. خلاص طيب قومي عادي، انا ذاكر لك بجيب لك مدرسة خصوصية. لا شكرا، ما أحتاج مدرسة خصوصية ماما، خلاص أنا أعرف أدرس نفسي. أنا ما أقدر أشتغل الحين، شوفي الكتب اللي عندي، خلاص باي. طيب اذا جاء ابوك يصفقكي انا مالي دخل. خلينا اشوف النونو حقي الحلو. هلا والله يا ماما. ماري يلا روحي انزلي تحت، ايش تبين هنا عند الطفل؟ تعالي بشيلك. ماما بقول لك شيء. يا مرة وين الغداء؟ أنا جوعان، وين الغداء يا كلاب؟ خير ان شاء الله. يعني كذا يوم تدخل عند اهلك تتكلم معاهم كذا؟ أيوة هذا بيتي وأنا حر. لا يا شيخ، المهم يلا تكلم باحترام ورد السلام. وين هريوف؟ ليه تسوي الغداء؟ وين هريوف؟ وش تبي بريوف تحت عند غرفتها، وش تبغى بها؟ لا يا الاب يا ويلك، وقسما بالله لا اكسر يدك. خل ريوف ما سوت شيء. يا لا اترك بنتي الله يقلع كسر يدك. خل بنتي يا لب، وربنا دق على الشرطة. ترى بدق على الشرطة، اترك بنتي وخر العصا، قسما بالله لو اوريك. ويش عشان الغدا بس انقلع انت وكرشتك ذي المعفن. خلاص بسوي لك الغدا، بس انقلع عن بنتي، ايش تبغى
برا يا عمري يا عمري. انقلع برا الله يقلعك. انقلع برا انقلع برا انقلع برا. انا اسوي لك غدا يلا بس انقلع برا برا. انا اسوي لك خلاص. طيب روح برا انقلع برا. ريوف حبيبتي ريوف لا تبكين ريوف. ضربني بقوة. والله حتى أنا ضربني بقوة ما خلى مني شيء إلا ضربني فيه. يا عمري تعالي ما عليك ما راح يصير لك شيء طول ما أنا هنا. أتحمل كل الضرب مقابل ما يصير شيء لبنتي. يلا تعالي يا عمري تعالي ساعديني في الغداء. شغالة ماري تعال ساعدني في الغداء. شوف انضربت بسببك. يلا راحوا الحين خط رقم ألف. خليني أخرب كل الكتب وأقطعها. أول شيء لازم أجيب القلم. أيوة هذا هو. يلا الحين بكبها بالحليب حق ماري مرة طعمه زي الملح. ريوف شو تسوين هنا؟ ماما لازم أكذب. ماما شوفين أختي كبيرة قبل شوي كبت كل حليبي على الطاولة حقتها وسختها عشان تروح تشتكي عليك وتكذبني. ريوف من اليوم أدور عليها وينها هي؟ عاد ما أدري والله راح تنحاس راح تندسم. خلاص تعالي أنا بشيلك يا عمي. تعالي يا ماما تعالي. ريوف ليش تكبين الحليب على كتبك وتكبينه على اختك وبعدين تقولين انه مو انتي؟ ايوه يا ماما شفتها ويتخطط. وش اللي والله حتى حلفك صار كذب. صرتي جذابة والله. ليش انا دافع عنك؟ ليه ما خليت ابوي هو ليه ما خليته؟ ها انا اعلم سعد عليكي. سعد هلا. شفت ريوف كبت الحليب على اختها الصغيرة وبعدين على كتبها وعلى اختها وبعدين قالت انها ما هي وحلفت بالله تجذب. ايوه يا بابا واخذت ايبادي بعد. شوفوا تلقونه تحت مخدتها. ايوه يلا تعال شوفها. ما ادري وين ريوف. وين ريوف عنوها. وش مدسيتك هنا؟ اوقفي قدام اهلك. يلا يا قليلة الادب المستحيل. ترمي على الاقل ابوك قليلة الادب. ليه تسوين كذا؟ يا والله ما سويت شيء يا اخي. حتى صدق ما تصدقوني. صدق اني مظلومة. انتي مظلومة يا الكذابة. ماما بقول لك شيء. وش يا بنت القمر؟ ترى إذا جيتي ودورتي تحت مخدة أختي تلقينها ماخذة أيبادي وأنا حسبه ضايع. استني يا بنتي انزلي شوية. أنا أوريها. طيب أنا أوريها ريوف ذي. لا تضربين أختك. ليه يا ريوف؟ من متى من كذا؟ تعالي يا كلبة يا قليلة الأدب. والله لا أضربك. أنت قليلة أدب. خليكي واقفة. ها والله إنها تستاهل أحسن. خليكي واقفة وربنا راح نضربك راح أكسر رجولك راح أكسرها. بنتي بسرعة وديها المستشفى بسرعة. هنا السيارة بسرعة. ماري افتحي الكراج. افتحي الكراج عند الباب يا ماري بسرعة. خلاص فتحت الكراج. اركبي يا ماري اركبي يا حمار. ماري أهم يا وسخ. وقف الماري. الله يقلعك من كثر ضربك يا المعضل انت. من كثر ما ضربتها. يلا بسرعة. ريوف بنتي ورا الطبيب. بسرعة ورا الطبيب. عسى مشر ايش فيه
رياض بنتي اغمى عليها لب ذا المجنون بسرعة. تعال وديها هنا يا لب سعد، تعال وديها هنا يا سعد اسمعني. سعد مو هنا تعال غرفة العمليات. بسرعة غرفة العمليات بسرعة بنتي. رياض لازم تطلعون لازم اشوف ايش فيها البنت. ممنوع الدخول. طيب ماري، البيبي الصغير في السيارة. ايوه مدام، بيبي صغير في السيارة. طيب اهتم فيها بغياب أنا، تمام؟ أنا بقعد هنا فأنت اهتم بها بغياب أنا. يا ويلك لو لقيتها تبكي. يلا روح. طيب مدام وشو بطمنك بس عادي، البنت ما فيها شيء بخير، بس يدها فيها التواء بس. يلا طيب كمل وبدفع لك فلوس العملية وأنا بقعد هنا استناك. يلا بس دقيقتين وخلصت العمل. طيب الله يستر. بكلم الأب. ألو يا الأب، سعد. الطفلة الصغيرة في البيت معاكم؟ لا مو موجودة معنا. وش اللي ما معاكم؟ هي ماري قالت إن هي في السيارة، يعني أنت رحت البيت ماشي؟ ايه رجعت البيت ماشي. عندك شيء؟ الله يقلعك الكلب، وربي إني حسبتها إنها ضاعت. قسما بالله أكثر رجولك ذي ولسانك الأطول مني حياتي. اسكتي يلا بس شوف ريوف وش فيها. اسمع صوت القطار. كلب مرة كريش ذا الأب. يلا بستنى بنتي وبقعد أتفرج على الجوال. خير خلصنا، خليني أروح أبشر مدام. طفشت ليش ما جو؟ متى يخلص؟ السلام عليكم مدام. هلا وش فيش صار على بنتي؟ لا الحمد لله كويسة، بس لازم ترتاح شوي. بروح أكشف عليها الحين. طيب ممكن أقدر أكون في الكشف؟ خلاص عادي الكشف. يلا تمام، يلا روح خذها أنا بستنى. يلا احنا جينا الحين، بروح اوديها. بنتي حبيبتي بنتي. خلاص لازم نكشف عليها ولا ممنوع تدخلين. الله ياخذ الأب الكلب المعفن ذا. كيف سوى كذا في بنتي الحبيبة؟ كيف سوى فيها كذا؟ مرة ضربه قوي، ما يفهم ذا الأب. كم مرة أقول له بنتي لا تخافين، ترى بس يعني يكشفون عليكي، ما في شيء يخوف. أوكي لا تخافين يا عمري، قولي بسم الله. الباب سكي على وجهي. يا مصيبة. ما أقدر بس أقول لك، بس مضطرة أقول كذا شيء. البنت يدها مكسورة. إيش يا الأب؟ البنت يدها مكسورة. إذا ما كنت متأكدة تعال شوف. أنا آسف ما كنت أقصد يا ريوف. بنتي يلا بسرعة. يلا يا الأب روح السيارة، روح البيت بسرعة انطلق. يا الأب وش دي السيارة الأصغر من حياتي؟ اسكتي عادي، هذيك السيارة بعتها. الله يقلعك، كنت كل شوي تبيعها. وطبعا كذا نهاية الفيديو. وطبعا الأب والأخت الصغيرة ما قدروا، والخدامة ما قدروا انهم يصورون وكذا. وهذه بعد صديقتي وصورت معانا وكانت هي الممرضة. وذي الأخت الكبيرة أنا وياها بس اللي قدرنا. وبس دي نهاية الفيديو، يا رب يعجبكم. باي.